تخيل معايا كده طياره ضخمه بوينج 737 طايره في الجو كده وكل حاجه عاديه، بس جوه الطياره مفيش اي روح، لا الطيارين فايقين ولا الركاب قادرين يتكلموا، كلهم في غيبوبه، والطياره ماشيه لوحدها زي الشبح رايحه جايه فوق مدينه اثينا. إيه اللي يخلي طياره ب 120 راكب تتحول لتابوت طاير لمجرد ان الطيارين نسيوا يشغلوا زرار واحد؟ دي مش قصه من فيلم رعب، دي حقيقه رحله هيليوس 522. الطيارة بتاعتنا اسمها أولمبيا، المفروض كانت تطلع في رحلة دولية عادية من لارناكا في قبرص لبراغ في التشيك، وكان في محطة توقف في أثينا. المهم الطيارة وصلت لارناكا الصبح بدري، الطيارين اللي كانوا عليها بلغوا إن في مشكلة في باب الخدمة الخلفي، وقالوا إنهم سمعوا أصوات غريبة وطلبوا فحص كامل للباب ده. ركز بقى في اللي حصل. المهندس الأرضي نفذ الفحص، وعلشان يتأكد إن مفيش تسريب للضغط بيضطر يحط نظام ضغط الكابينة على الوضع اليدوي. كده كده هو بس بيعمل الاختبار فمفيش أي خطر على الطيارة، بس المفروض إنه بعد ما يخلص يرجعه للمانوال تاني علشان الطيارة لما تطلع في الجو تعادل الضغط جوه الطيارة من نفسها. المشكلة بقى إن المهندس عمل الفحص ولكنه نسي يرجع الزرار ده على الوضع الأوتوماتيك، يعني الطيارة رجعت الخدمة والزرار الحاسم ده في وضع غلط. الطيارين عملوا فحص قبل الإقلاع وفحص بعد الإقلاع، راجعوا الإجراءات بتاعتهم كلها، ولكن محدش خد باله إن زرار الضغط ده لسه على الوضع المانوال. الساعة 9:07 الطيارة كانت في الجو، وبما إن الزرار كان على الوضع المانوال كل ما الطيارة ترتفع كان الضغط بيقل جوه الكابينة، وعلى ارتفاع 12,000 قدم ضربت صفارة إنذار. الإنذار ده بيقول لهم يا جماعة ضغط الكابينة انخفض ولازم تقللوا ارتفاعكم. ولو ما تعرفش كل ما ارتفاع الطيارة بيزيد لو الضغط مش مظبوط جوه الطيارة محدش هيقدر يتنفس. طيب الطيارين لما سمعوا الإنذار عملوا إيه؟ الطيارين افتكروا إن ده إنذار لحاجة اسمها إعداد الإقلاع، دي حاجة تانية غير اللي احنا بنتكلم فيها. المشكلة بقى إن الإنذارين ليهم نفس الصوت والطيارين ما خدوش بالهم. الطيارين بدأوا يحسوا بنقص الأكسجين، فبدأوا يكلموا مركز العمليات على الأرض وبلغوهم بالإنذار اللي بيضرب جوه الطيارة. فمين بقى اللي رد عليهم؟ بالظبط المهندس اللي كان بيعمل الصيانة قبل الإقلاع. المهندس سألهم سؤال كان ممكن ينقذهم، قال للطيار ممكن تأكد لي إن زرار ضغط الكابينة معمول على الوضع الأوتوماتيك؟ طبعا بسبب نقص الأكسجين الطيار ما كانش مركز قوي فتجاهل السؤال وسألوا عن حاجة تانية ملهاش علاقة بالوضع اللي هم فيه، ودي كانت آخر محادثة مع الطيار. وبعدها بدقيقة أو اتنين الطيارين فقدوا الوعي بالكامل. الطيارة بقى مصيرها إيه؟ فضلت مكملة بالوضع الآلي لحد ما وصلت لارتفاع 34,000 قدم، يعني حوالي 10,000 متر. من الساعة 39 لحد الساعة 10:50 أبراج المراقبة في قبرص واليونان حاولوا يكلموا الطيارة ولكن مفيش رد. الطيارة دخلت المجال الجوي لمدينة أثينا وبدأت تلف في نمط انتظار فوق المطار حوالي 70 دقيقة. اليونان قررت تتدخل، خافوا لا يكون في عمل إرهابي أو محاولة اختطاف في الطائرة، فعلى الساعة 11:05 طلعوا مقاتلتين F-16 عشان يعترضوا الطيارة. لما المقاتلات قربت شافوا مشهد غريب جدا، شافوا مساعد الطيار نايم على أدوات التحكم ومش بيتحرك وكرسي الكابتن فاضي، وشافوا إن أقنعة الأكسجين نازلة عند الركاب في الكابينة، وده معناه إن ما كانش فيه أي أكسجين على الطيارة، حتى الأكسجين اللي كان موجود في الأقنعة خلص. الطاقم بالركاب كلهم في غيبوبة، ولكن فجأة تحصل حاجة مش متوقعة. طيارين الاف 16 شافوا حاجة غريبة. الساعة 11:49 ظهر شخص في كابينة القيادة، وده كان مضيف جوه الطيارة. المضيف ده كان عنده رخصة طيران بريطانية ولكنه مكانش متدرب على قيادة طائرة زي بوينج 737، فباستخدام أنبوبة أكسجين محمولة جوه الطيارة قدر يفضل فايق. المضيف دخل جوه الكابينة وقعد مكان الكابتن وحاول يتكلم مع طيارين الاف 16 وبعت لهم اشارات بايده وحاول ينقذ الطياره. بس المشكله بقى انه لما حاول يتكلم مع برج المراقبه في اثينا الراديو بتاع الطياره كان لسه مظبوط على تردد مدينه لارناكا في قبرص، وطبعا الطياره خرجت من المجال القبرصي فلا هو عارف يكلم برج المراقبه في لارناكا ولا في اثينا، وفضل يبعت في نداءات استغاثه ولكن محدش كان سامع حاجه. ولكن بعد دقيقه واحده من محاولته حصلت الكارثه الثانيه، الوقود خلص، المحرك الشمال وقف وبعده اليمين. المضيف ما كانش عنده خبرة كافية انه يتحكم في الطيارة بدون وقود، ولكن في محاولة يأس منه وحاول يسيطر على الطيارة وهي بتنزل، فقدر يوجهها بعيد عن مدينة أثينا، ودي حركة خلت الطيارة تقع في مدينة جبلية مفيش فيها سكان، وبالتالي محدش على الأرض مات. وعلى الساعة 12:03 الطيارة اتحطمت ومات ال 121 شخص كلهم. التشريح أثبت إن كل اللي كانوا على الطيارة كانوا لسه عايشين وقت الاصطدام، بس كانوا في غيبوبة عميقة بسبب نقص الأكسجين لمدة 2.5 ساعات تقريبا. المحققين في اليونان لخصوا الموضوع كله ان سبب الحادثه دي هو الخطأ البشري وعدم انتباه الطيارين لان نظام الضغط في الكابينه معمول على الوضع اليدوي، كمان عدم فهمهم للانذار وده ادى لاصابتهم بنقص الاكسجين ودخولهم في غيبوبه، وبعدها يخلص الوقود والطياره تقع. القصه دي مش مجرد كارثه، دي درس مرعب في سلسله الاخطاء اللي بتحصل لما بس بنستسهل وننسى زرار بسيط. خطأ بسيط في الاجراءات وتحذير صوته زي صوت تحذير تاني كان السبب في كارثه رحله الاشباح دي.
المأساة دي خلت الحكومة الأمريكية تطلع قرار بعدها بسنين يخلي كل طيارات البوينج القديمة ما يبقاش فيها تحذيرين بنفس الصوت علشان محدش يتلخبط بين إنذار والتاني. تخيل معايا كده لو كان الكابتن سمع كلام المهندس ورد عليه، هل الطيارة كانت هتوصل بسلام؟ سؤال يخلي الواحد يفكر كم مرة في حياتنا بنتجاهل زرار الأمان وبنكمل حياتنا عادي. أشوفكم في الفيديو الجاي وقصة جديدة نعرف منها إن إزاي الأخطاء الصغيرة ممكن تعمل كوارث كبيرة. سلام.